كيليان امبابي أسطورة باريس سان جيرمان، وكان يطلع نار من بقه قدام ميسي في كأس العالم في قطر. يروح ريال مدريد، قلنا ريال مدريد خلاص لا يهزم لا يقهر. عندك امبابي، رودريجو، فينيسيوس، وفالفيردي، وكمان موريديتش اللي اشتروه منه دول اي لاعب. قلنا ريال مدريد خلاص بيمتلك طيار او صاروخ في الهجوم مثل امبابي، وصانع العاب عالمي مثل موريديتش. قبل ما نبدا الفيديو صلي على النبي واشترك بالقناه واعمل لي لايك ويلا بينا. ريال مدريد يخسر من اتلتيكو بالباو في الليجا بنتيجه 2-1 لاول مره منذ 2015، ومع نفس المدرب. مع العلم امبابي ضيع ضربه الجزاء وبيلينجهام يسجل الهدف الاول والاخير للريال، وبيلينجهام يدعم امبابي بعد اهداره لضربة الجزاء. من قبلها برشلونة يفوز على ريال مدريد بنتيجة 4-0 في الليجا، نتيجة كبيرة وكلنا عارفين سبب الخسارة. بيخسر ريال مدريد بسبب الفرص اللي بيضيعها امبابي وفينيسيوس. امبابي كان سيء جدا في اللمسة الأخيرة، وده سبب فوز برشلونة بالرباعية بدون رد. وكمان وقع في الأوفسايد أكتر من مرة لدرجة إنه سجل هدفين واتلغوا بداعي الأوفسايد قدام برشلونة وأتلتيكو بالباو. وكمان ريال مدريد قدام ليفربول بيخسر بنتيجة 2-0. امبابي كان بيحنكش قدام صلاح، وهوب قال خلاص انا كده عديت. راح صلاح قال له استأذنك بس في الكورة ثواني، نعمل هجمة مرتدة بسرعة على طول واجيبها لك تاني. وبصراحة ابو صلاح كان صادق، هما 5 ثواني عمل الهجمة المرتدة والواد شالها من على الخط بالعافية. شبيه امبابي اتضايق وقرر يتعلم مهارة جديدة قدام برادلي. راح برادلي في اللحظة دي قال له استأذنك بس هات الكورة 5 ثواني، هعمل هجمة مرتدة تانية غير الأولى بتاعت صلاح، لأن الأولانية ضاعت. والتاني مرة صلاح بيطلع إنسان صادق وبياخد الكورة في ظرف 5 ثواني زي ما اتفق مع الراجل، وبيدخل هو ومندي وبيعمل منه وجبة، حرفيا وجبة مندي بالتومية بتاعتها، والراجل بياخد منها ضربة جزاء وبكل سهولة. نيجي بقى نشوف شبيه مبابي في حالة الضغط. لا مش الضغط المتقدم، لا كان هو ضغطه عالي شوية فما كانش قادر يجري زي ما انتم شايفين. اللعيبة بتنقل الكورة أكتر من مرة قدامه والراجل واقف بيتفرج عادي. حتى ماك ليستر استغرب جدا وعمال يبص على مبابي، هو ده بتاع منتخب فرنسا ولا شبيهه ولا ايه الدنيا؟ يا ابني مش هتيجي تضغط عليا يا ابني انا بستلم الكرة لوحدي وما معيش حد، مش هتيجي تضغط؟ فالراجل قال له لا فكك مني، فاستلم ولعب الكورة وبرادلي والحارس شال الكورة. شبيه مبابي ما كانش فاهم الخطة، وما هو معنى انك مقفل وراجع لنصف الملعب انك بتضغط بقى في نصف الملعب. لكن الراجل كان بيسيب الرجالة بتلعب قدامه بالكورة، ما عندهوش اي مشكلة خالص. بص ماك ليستر هنا بيبص عليه تاني، مش جاي منه حاجة، مش هيجي يضغط عليه. فبيبص للناحية التانية برضه مفيش اي حد، قام على طول رافع ايده وقال له العب يلا دول شاربين بامية. محدش واخد باله اني بلعب اصلا ولا حد شايفني. الراجل عمال يعمل اسكان في كل حتة، وبيبص تاني على شبيه مبابي وبيقول له ضميرك يعني مش هيأنبك وتيجي تضغط عليا؟ واستلم الكورة واحلى 1 2 مع برادلي وهوب يسجل الهدف. شفت الكورة سهلة ازاي؟ هل امبابي سبب في خسارة ريال مدريد امام برشلونة وامام اتلتيكو بالباو وامام ليفربول؟ امبابي دايما بيهدر الاهداف وبيقع في الاوفسايد اكتر من 8 مرات في مباراة واحدة امام برشلونة. ازاي لاعب بنجومية امبابي بيقع في مصيدة التسلل وهو سريع ويستطيع ان يكون خلف المدافع بخطوة ويسبقه لانه يمتلك سرعة رهيبة؟ والفرص اللي اتيحت ليه انه يسجلها ولم يكن متسللا اضاعها بغرابة شديدة. يا ريتك سمعت كلام المدرس وما لعبتش كورة يا امبابي. على القرف اللي بنشوفه اليومين دول ما نعرفش امبابي اتحسد ولا اتعمل له عمل ولا امبابي بايظ. احنا فعلا بنقول لفينيسيوس اسفين لاننا كنا بنظن ان كيليان امبابي هيكون نجم الفرقة عليك، واحنا من غير فينيسيوس ولا حاجة. في اخر مباراة في الليجا مع اتلتيك بيلبو اللي اتغلب فيها الريال بنتيجة 2-1، وعشان ما نتحملش على كيليان امبابي كان فيها اخطاء دفاعية كتير، رغم ان اسينسيو عمل مباراة كبيرة وبيثبت نفسه مباراة بعد مباراة. لاعب من خامة راموس مدافع صايع كورة. وكيليان بعد المباراة عمل تغريدة على الانستجرام كان كاتب فيها نتيجة كانت سيئة، أخطاء كتيرة في المباراة، كل التفاصيل فيها مهمة، أتحمل المسؤولية كاملة عن ذلك. لحظة صعبة لكنها أفضل وقت لتغيير هذا الموضوع وأظهر من أنا. مستنينك عم مبابي. وأنشيلوتي قال كنا نستحق التعادل، والغريب إن بنتعرض لهذا العدد الكبير من الهزيمة. هو مبابي شكله نحس يا اسطى، وقال علينا إننا نمنح مبابي الوقت للتكيف. وفالفيردي حزين. امبابي لاعب كل أندية العالم كانت بتحلم بيه، ما شفناهوش على مدار تاريخه بيقدم موسم سيء، ممكن يكون محتاج بعض الوقت. امبابي وقع في مصيدة التسلل 21 مرة في 13 مباراة في الليجا هذا الموسم، أكثر من أي لاعب آخر. وكمان يا أنشيلوتي ده مش منظر فريق ينافس على الليجا، مفيش كورة ولا في أداء.
ولا حتى ذرة تركيز تستغل فيها ثغرات الغريم. فعلا كارفخال لا يعوض. بهدوء كده من وجهة نظرك، ما هي مشكلة كيليان امبابي؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.